بين من صغرنا على المنابر أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كنت أتناقش مع أحد الموالين فقال لي: تفضل، هذا شيك على بياض، شيك فاضي، جيب لي كتاب الله وسنتي من كتب الصحاح الستة. كتب الصحاح الستة طبعا عند المسلمين اللي هي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي، هو الستة يعني. نعم. فقال لي: تفضل، شيك على بياض، تجيب لي الحديث كتاب الله وسنتي من كتب الحديث الستة، الصحاح الستة، وبعد ما تجيبه اكتب المبلغ اللي تريده، الورقة فاضية معك، شيك على بياض، وأنا جاهز ادفع لك اللي تريده. وأنا فعلا يعني رحت أبحث إلا وتفاجأ إنه مش موجود. كتاب الله وسنتي مش موجود في الصحاح الستة، مش موجود في الصحاح الستة، بس موجود بموطأ مالك. موجود، نعم، في موطأ مالك، نعم، في موطأ مالك من بلاغات مالك. يعني كأن مالك ابن أنس يقول بلغني أن النبي قال كذا. بلغني يعني بدون سند، مرسل من البلاغات يعدوه كمان أدنى من الضعيف. ولكن نحن لا ننكر هذا الكلام، يعني نعتبر ما في مشكلة، لأنه حتفاجأ بعدين أنه اللي موجود في كتب الصحاح، اللي موجود في صحيح مسلم والنسائي والترمذي والمعجم الأوسط والمعجم الكبير وطبقات ابن سعد يعني حلية الأولياء وينابيع المودة ومعظم كتب السنة والحاكم للمستدرك، عفوا المستدرك للحاكم النيسابوري، كلهم يذكرون حديث كتاب الله وعترتي. تواتر لفظي، تواتر معنوي ولفظي، هو المذكور وهو الشائع في كتب الحديث. يكفيك صحيح مسلم أو سنن الترمذي أو سنن النسائي، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. عجبت لمن مر على هذا الحديث مرور الكرام ولم يلفت انتباهه هذا الحديث. وطبعا هناك صيغ كثيرة للحديث، هذا الصيغ المتفق عليها مع زيادات في آخره في أوله، مثلا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أنا سلم لمن سالمهم، أنا حرب لمن حاربهم، اللهم والي من ولاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم. وهكذا زيادات كثيرة جدا في الألفاظ، ولكن المتفق عليه أن الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، مع تفسير وعترتي، لأنه حيتلاعب فيما بعد في كلمة وعترتي، أما النبي حددها عترتي أهل بيتي. هذه المفاجأة، أنه كتاب الله وسنتي غير موجود. أنا نفس الصدمة تماما أنا صار معي لما سمعت حديث الثقلين. أول مرة بحياتي أسمع هذا الحديث. دائما حديث كتاب الله وسنتي على الخطب، على المنابر، خطب الجمعة، بالنقاشات، بالحوارات، كتاب الله وسنتي. لما سمعت رواية الثقلين غيرت معي هو العجيب حياتي كلها يعني بصراحة. ما هو العجيب انه على المنابر ما يذكروا الموجود، ليش يذكر اللي مش موجود؟ وحتى هو لو موجود في البلاغات او في الضعاف. ونحن على فكرة ما بننكر هذا الحديث، نحن بنقول انه حتى لو كتاب الله وسنتي موجود، فبالجمع بين الحديثين اذا السنة من وين ناخذها؟ من العترة، لأن النبي قال كتاب الله وسنتي، وبعدين حدد لك وين السنة موجودة: كتاب الله وعترتي أهل بيت، اللي هي المرادف للسنة، اللي هم أهل الكتاب، أهل البيت، أهل الذكر، في بيوتهم نزل الكتاب. أنه يذكر لك على المنبر اللي مش موجود ويتغافل عن الموجود، هون الكذب البواح، هون الفضيحة الكبرى. والله يعني صدقا، أنا طبعا من هذا الحديث وهذا الموقف مباشرة انتقلت لجانب أهل البيت عليهم السلام، شاء من شاء وأبى من أبى.